العد العكسي لانطلاقة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقامة في السودان ابتداء من 4 فبراير شباط المقبل. ومع اقتراب ركلة البداية للبطولة، كثف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من زياراته التفقدية للوقوف على آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة ناجحة بكل المقاييس ومن مختلف النواحي، حيث عقد وفد الكاف سلسلة اجتماعات ناجحة سواء مع وزير الشباب والرياضة السوداني أو مع قادة اتحاد كرة القدم. جئنا إلى السودان لنرى استعدادات هذا البلد لاحتضان البطولة، خاصة الملاعب وتقدم الأشغال بها، وخرجنا بانطباع جيد. بالأمس كان اجتماعنا مع وزير الرياضة والشباب السوداني مثمرا، حيث وعدنا بمواصلة الاستعدادات لاحتضان هذا الحدث الإفريقي. التفاؤل كان أبرز ملامح الزيارة بعد تفقد كل المرافق المخصصة لتنظيم البطولة، ولكن مع بعض التخوف والحذر من ضيق الوقت المحدد لتسليم كافة المنشآت للكاف. وفي نفس الوقت أكد الجانب السوداني قدرته على إكمال العمل في الملاعب تحديدا، والتي قطعت عمليات الصيانة فيها شوطا كبيرا، خاصة استاد الخرطوم شيخ ملاعب السودان، والذي كان استضاف النسخة الأولى من بطولة أفريقيا عام 57. نحن دائما متفائلون، وفي حالة السودان فنحن متفائلون خاصة وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق. كما لاحظنا تعاون الاتحاد السوداني لكرة القدم ومختلف الفعاليات الرياضية، ما يبشر بانطلاقة جيدة للبطولة في 22 من الشهر القادم. ما زال أمامنا أسابيع قليلة على الانطلاق. نحن سنحترم الموعد المحدد وسنكون جاهزين للحدث. الجميع يعمل ليل نهار من أجل إنهاء كل ما يتعلق بالبطولة. هم يحترمون الموعد المحدد وسيكونون جاهزين. دخل الجانب السوداني في سباق مع الزمن لتنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالشكل المطلوب، مع تفاؤل وفد الكاف رفيع المستوى على قدرة السودان على تنظيم الحدث بالشكل الأكمل. فراس طنون، الجزيرة الرياضية، الخرطوم.